يا صباح الفل، انا مريم عوزة، دي قناتي. لو انتوا اول مره تشوفوني اهلا وسهلا بيكم، انتوا منورين الكوكب كله. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. يا صباح الجمال، انا مريم عوزة، دي قناتي. لو انتوا اول مره تشوفوني اهلا وسهلا بيكم، منورين الكوكب كله. ما تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. فيديو النهارده عن لما يسيبك ازاي تنسيه، في لما يسيبك ازاي ترجعيه، بس احنا النهارده هننساه. فلو انت عايز تعرفي ازاي تابعي معايا الفيديو للاخر. انه يسيبك مش لازم يجي يقولك انا مش قادره اكمل، او انا هكلم والدك عشان نفسخ الخطوبه. ليها معاني كتير قوي هقولهم لك كلهم. في كل الاحوال انا اسفه جدا على المشاعر اللي انت حسيتي بيها، وسامحيني لو انا بفكرك بالمشاعر دي مره تانية. فكره ان شخص كان جزء في حياتك ودلوقتي الشخص ده مبقاش موجود وسايب فراغ كبير في حياتك، عن طريق بقى ان هو سايبك، عن طريق ان هو طلقك، عن طريق ان هو قرر ان هو يمشي خالص. فانتي عايزه تموف اون، عايزه تنسيه، عايزه تعدي، عايزه تكملي حياتك. فكره ان انتي دلوقتي بتتألمي ان شخص كان في حياتك ومشي وسابك، ده عشان هو ساب فيكي ذكريات انتي عايشه عليها. احنا كنا هنا، احنا كنا بنضحك هنا، كان بيقول كذا، كان في الوقت ده بيعمل كذا. سايب لك ذكريات حلوه ومشاعر حلوه انتي فاكراها هي بس، مع انه ممكن يكون سايب ذكريات وحشه ومشاعر وحشه، بس انتي مش قادره تسمعيها، مش قادره تحسي بيها دلوقتي. كل اللي انتي حاسه بيه دلوقتي احساس اللي هو الافتقاد. انا مفتقده المشاعر دي. عشان تعدي موضوع الذكريات ده فانتي لازم تعملي ذكريات جديده. هتعمليها انتي عن طريق ان انتي تنزلي، تخرجي، تشوفي ناس جديدة، تتفسحي في أماكن جديدة. مش لازم الأماكن اللي انتوا كنتوا بتروحوها سوا عشان هتفضل ذكرياتها موجودة. روحي أماكن جديدة واعملي ذكريات جديدة. اتصوري واحفظي ذكرياتك دي. الصور بتفكرنا بالذكريات. اعملي فيديوهات، اعملي عمل تطوعي واخرجي مع ناس وشوفي قد ايه مشاعر الحب اللي انت هتلاقيها من ناس ما تعرفهاش عشان انت قدمتي حاجة بسيطة جدا. حطي مشاعر تانية مكان المشاعر اللي هو خدها منك، عوضيها. اعملي ذكريات جديدة مكان الذكريات اللي عندك. هي الذكريات مش هتموت، بس انتي هتزودي عليها. شوفي عالم جديد، عالم ينور حياتك. عيشي حياة تانية غير الحياة اللي انتي كنتي عايشة. انتي كنتي عايشة حياتك عشان الشخص ده، خلاص الشخص ده مشي. شوفي انتي بقى حياتك. انتي بايدك تختاري، عايزة تفضلي قاعدة بتتألمي وبتفتكري الماضي، ولا ان انتي عايزة لا اعيش حياة جديدة وحياتي تنور وتبقى مختلفة. بصي انتي عمرك ما هتنسي 100%، يعني مش في 100% خلاص انا نسيت الشخص ده، مستحيل. عشان احنا مش مكن، مش بزرار، مش روبوت. احنا بشر عادي، بتفضل ذكرياتنا جوانا وبنفضل نتألم وبنفضل نفتكر، بنفضل نعيط. عادي عيطي. تاني حاجة هتساعدك ان انتي تنسيه، ان انتي تقبلي الفكرة. اقبلي ان انتي تثبتي، اقبلي ان هو خلاص هو مش عايزك في حياته، اقبلي ان هو رفضك. خلاص انا اترفضت من الشخص ده، مش معناه ان انا وحشة، لا معناه ان الشخص ده مش مناسب ليا. اقبليها، صدقيها. ما تفضليش قاعدة طول حياتك على ذكريات اصلا مستنية ان هو يرجع. مش هيرجع، صدقيني مش هيرجع. عارفة انا عايزة اقول لك ان هو لو رجع معتذرا يعني طلعي عينه. مش عايزة اقول لك كده يعني عشان ما بقاش شخص نوتي وكده، بس لا، شخص سابك وجرحك واذاكي، خلاص مستنياه ليه؟ يعني الراجل جه قال لك انا مش هقدر اكمل معاكي، او انا هسيبك، فتقولي ايه؟ سبتني؟ طب ليه؟ طب قول لي عملت انا ايه؟ حبيبي اكيد لا، ما تعمليش كده. خلاص انت مش عايز تكمل من غير ما تخشي في تفاصيل. تمام يا باشا، اصل العلاقه العاطفيه او الزواج عقد، احنا بنعمل عقد وبنمضي عليه. انا مش مرتاحه في العقد ده او في بنود العقد دي، وانت مرتاح، فمعناه ان احنا نفسخ العقد. لو احنا الاثنين مش مرتاحين هنفسخ العقد. اصل ايه هيجبرني ان انا اعيش حياتي مع شخص انا مش مرتاحه ليه؟ خلاص مش عايزه اعرف انت مش مرتاح ليه. انت رافضه الفكره بقى، رافضه ان انت تسيبي. لا انا مش هي دي النهايه اللي انا مستنياها. انا مستنيه ان احنا نتجوز ونلبس فستان ابيض ونتزف، نجيب مريم ويوسف، صح؟ انتي مستنيه النهايه دي. مش هي دي اللي حصلت. مش معنى كده يعني مش لازم كل نهايات تبقى كويسه. دي نهايه وحشه عشان تلاقي شخص احسن تكملي مع حياتك. بسيطه، صدقيها. لا ازاي بقى؟ لا ده انتي قاعده مستنيه الباشا اللي هو قال لك انا مش عايزك يروح يلف لفته ما يلاقيش احسن منك فيرجع لك تاني، فانتي اوكي بقى ترجعي، صح؟ اشعر بالخزي. ايوه بكلمك انت، انا عارفه انت قاعده بتتفرجي على الفيديو بتقولي لي هي عارفاني مش عارفاني. عارفاكي والله، اقول اسمك؟ مش ممكن كميه البنات انا مستنياه. هو على فكره مش هيلاقي زيي يا ستي، هو خلاص سابك، ما تشوفي انت حد تاني. يا نهار ابيض. ده فكره ان هو يقول لك انا مش عايزك، فانت تقولي له ليه وانا عملت ايه، ويقول لك انا مش مرتاح، فانت تقولي له طب معلش انا هغير من نفسي عشان نكمل مع بعض. شايفه الجمله دي كبيره قوي، دي كبيره قوي.
وهو ما يقدرهاش ويسيبك وانتي مستنياه يلف لفته ويرجع، انتي مش عارفه قيمه نفسك، انتي مش عارفه قيمتنا، انتي مش عامله لنفسك قيمه اصلا. فين قيمتك؟ انا لا اراها. انتي بقى قاعده عماله تفتكري بقى سنه 1950 جه قبل كده اداني ورده، كان قاطفها من كان قاطفها من الجنينه. فانتي بقى قاعده جاب لي ورده، ده بيحبني من سنه 1950. الحب لا يموت ولا يمل ولا يكن، صباح الفل. انتي بقى يا بنتي بقى ارحميني مش كده، ارحميني يا شيخه. ده يعني بتقولي كلام بيبقى متبروز كده، اللي هو ده شخص ما ينفعش ان احنا نكمل معاه، وانتي قاعده شكله بيحبني ولا ايه؟ يحبك ايه بس؟ الذكريات اللي هو اذاكي فيها، كلامه ان انتي ترجتيه وان هو مش عايز يكمل معاكي، ان انتي قبل كده كنتي تعبانه وهو ما اهتمش. افتكري الحاجات اللي وجعتك والمتك، اللي سببت لك اذى. ما تفتكريش الحاجات الحلوه اللي هي لو موجوده اصلا عشان تفتكريها. افتكري الحاجات اللي اذيتك عشان تقدري ان انت تموف اون، عشان تعدي، عشان تتخطيه. طول ما انت بتفكري في الحاجات الحلوه القليله اللي هم 3 مواقف مثلا في 15 سنه، it's not enough، يعني مش هتنسيه. المفروض ان انت لو مستنياه يلف لفته ويرجع يبقى انت غلطانه، لان المفروض ان هو لو حتى لف العالم كله يرجع لك، مش عشان انت احسن واحده في العالم او عشان انت الوحيده المناسبه ليه او انت الوحيده اللي راضيه بيه وراضيه بعيوبه. طبعا لا، لازم يرجع لك عشان انت الشخص اللي هو بيحبه، وطالما هو سابك يبقى هو ما بيحبكيش. انا ما اعرفش حد بيحب حد وبيسيبه الا لو ربنا بقى افتكره، غير كده ما حد، مستحيل حد يكون بيحب حد ويسيبه. فكرة ان انت تفقد حد برضو صعبة، يعني فكرة ان انت بلاش الكلام ده. الفكرة بقى هنا الست بتفتكر ان الراجل ده ممكن يتغير، ممكن يلف لفته ويرجع لها، اصل هو بيحبها. لا، هو بيلف لفته وهيرجع عشان هو ملقاش احسن منها، فهي الوحيدة المناسبة، هي الوحيدة اللي راضية بظروفه، هي الوحيدة اللي ماشي يلا نمشي الليلة. لكن هو مش هيرجع عشان هو بيحبك، ولو هو رجع لك هيسيبك تاني، لان هو مش واخدك عن اقتناع، وهو مش بيحبك، هو شايفك مناسبه وخلاص. وهو يا حبيبي بيبقى فاكر ان انت مستحيل تسيبيه، مع ان انت ممكن تسيبيه. فصدقي المقوله دي واعمليها، سيبيه بقى. تمام؟ فانت بقى هتحطي مكان الذكريات اللي هو سابها لك ذكريات جديده حلوه مع ناس حلوه وتحبيها. فعشان كده احنا هنحاول ان احنا ننساه بالاكتيفيتيز الجديده والنشاطات اللي احنا هندخلها حياتنا. طيب ولو هو عاد معتذرا، يعود معتذرا عشان هو بيحبك، مش قادر يعيش من غيرك، مش عشان هو لفته ومش لاقي حد تناسبه او حد ترضى بيه، فخلاص اهي ماشي اهي يلا شغاله ناخدها وخلاص. الراجل عمره في حياته ما بيتغير، فلو هو سابك النهارده خليكي واثقه ان حتى لو انتوا اتجوزتوا هيسيبك تاني. نهايه الفيديو ده انا بس عايزه اقول لك حاجه، ان مفيش حاجه في الدنيا دي كلها اغلى منك، وطول ما انتي موجوده واسرتك حواليكي، ايا كانت الاسره دي مين، والدك والدتك او حتى اولادك، فانتي في نعمه كبيره جدا، اشكري ربنا عليها. ولو على قد ان احنا شخص مش عايز يكمل معانا حياتنا فدي مش مشكله، وطالما في شخص تاني بيقدر ان هو يديني الحب ده، سواء كان ماما او بابا او اولادي، فدي نعمة كبيرة قوي من ربنا. اعرفي قيمة نفسك، اتعاملي على هذا الأساس. انتي الماظة، انتي أغلى من الذهب، انتي قيمتك فوق الراس. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو شايفة ان الفيديو ده هيفيد حد من صحباتك اللي مطلعين روحك فما تتردديش ان انتي تبعتي لهم الفيديو ده. الانستجرام بتاعي موجود عشانكم انتوا بس، انا عاملاه مخصوص عشانكم، فوقت ما تبقوا عايزين ان انتوا تتكلموا معايا او عايزين تاخدوا رأيي في حاجة انا دايما موجودة هناك. انا كده خلصت الفيديو، ميرسي جدا لوقتكم.